السلام عليكم متابعي قناة مقياس العقل. سنغافورة وجهت لقضاء الشهر العسل، هي مدينة المشاهد والمناظر الرائعة ومكان للتحقيق الرومانسية وتعزيز الحب. هي بلد رائع بمكوناته من الهندسة المعمارية إلى الحدائق والمناظر الخلابة إلى الشواطئ والفنادق حتى أماكن السياحية الأخرى. بوكيت باتوك هو واحد من أهم العوامل الجذب في سنغافورة المخصصة للعشاق والأزواج الجدد، مكان مناسب لشهر العسل. قم أنت والحبيبة بنزهة رومانسية بين الغابات المناظر الخلابة وحول البحيرات الهادئة المعروفة باسم شياو، كما يسقيها السكان المحليين نهر سنغافورة. شهر العسل في سنغافورة لن يكتمل إذا لم تزر هذا النهر الرائع، حيث تستضيف المطاعم والمقاهي والفنادق الفخمة. تعرف على معالم الجديدة في هذا المكان وامشي مع الحبيبة أو الزوجة بين الأضواء الرائعة التي تروي قصص للحب والرومانسية. شانغي بوينت الساحلي واحدة من أكثر الأماكن الرومانسية للزيارة في سنغافورة أثناء قضاء شهر العسل. المكان عبارة عن ممر خشبي فوق البحر مخصص للمشي والاستمتاع بغروب الشمس وبأحلى لحظات في العالم أشبه بالحلم. حدائق بجانب الخليج، تنتمي هذه الحديقة إلى قائمة أجمل للزيارة في سنغافورة. استمتع بالفن والنباتات المحلية والغريبة بالإضاءة الرائعة. الحدائق النباتية في سنغافورة من أجمل ما يمكن القيام به خلال الرحلة هو زيارة هذه الحديقة التي تعتبر مزيجا من النباتات والأزهار والغابات الخضراء النظيفة. المكان رائع يمكن السير فيه مع الحبيب والشعور بالراحة والاسترخاء مع العصافير الناعمة. إن عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والمشاركة والتعليق. اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد في قناة مقياس العقل.